حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة اول رجب. آم، النهاردة هعمل فراخ مشوية بتتبيلة حلوة قوي. وطريقتها سهلة وبسيطة. التتبيلة تنفع للبط، تنفع للرومي، تنفع للحمام، تنفع للسمان. بجد حلوة جدا. انا دلوقتي معايا اوراق كده، معايا تلاتة كده من اوراق الفراخ. غسلها كويس جدا في ملح وخل وليمون. نقعها لمدة ساعة. هبتدي دلوقتي ان انا خلاص تمام صفيتها. هدي الفراخ كده ايه يعني شرطتين، كل ورك كده هديله شرطتين. وده ليه؟ عشان التتبيله تدخل جوه ايه الانسجه وتدخل جوه اللحم بتاع الفراخ. وتبقى شاربه كده الفراخ من التتبيله العسل اللي هنعملها مع بعض. عندي بصلايه، عندي طماطمتين، عندي ايه نص فلفلايه رومي، ما لقيتش فلفل حامي عندي فاستخدمت الرومي. اخدت بقى المكونات دي كلها، الطماطم الفلفل كده ضربتها في الكبة. والكبة احسن من الخلاط بصراحة، لما بتبقى فيها ايه سنة كده من الخشونة، او سنة كده الحاجة بتبقى ايه مش مضروبة جامد او مش ناعمة قوي، بتبقى احلى في شوي الحاجة. ابتديت بقى ان انا بهارها او اتبلها. هتبليها بايه يا سمر؟ هتبلها بملح، بفلفل اسمر، ببابريكا، بهارات فراخ، كزبره، الكزبره الناعمه. حلوه جدا يا جماعه في المشاوي، سواء بقى في لحمه او فراخ، بتدي بجد طعم حلو قوي. وهبتدي اضيف ملح، وضفت قصدي خل. ضفت الخل ليه؟ لان الخل بيساعد الفراخ ان هي تستوي بسرعه. وبتساعد لحم الفراخ ان هو يدوب كده معايا ويستوي. ضفت دلوقتي برضو معلقه من الزيت، وده عشان يديها لمعه ويديها كده لون حلو قوي معايا. وضفت دلوقتي معلقه من الصويا صوص، برضو عشان يديها لمعه. وضفت ايه دبس رمان لتطعيم كده المشاوي، يبقى طعمه حلو قوي. بجد الفراخ او اللحمه في حته تانية خالص. يبقى دبس رمان، صويا صوص، عصير ليمون، معلقه خل، معلقه زيت، ملح، فلفل اسمر، بابريكا، كزبره ناعمه. هقلب بقى كله مع بعض كده بالشكل القمر ده. طبعا الليمون بيخلي كده طعم الفراخ حلو وريحتها حلوة جدا. هقلب المكونات او الخلطة دي كلها كده مع بعض. وهبتدي بقى ان انا بهر او اتبل الفراخ بتاعتي. همسك بقى الفراخ كده بتاعتي بالشكل ده. هحشيها، يعني انا دلوقتي الجلد كده هحشي تحت الجلد كده مفتوح. طبعا عشان بغسلها وبدخل ايديا فيها وانا بغسلها، فبيبقى الجلد كده مفتوح. فهبتدي ان انا احشيها كأني بجد بحشيها. هتبلها وبهرها. وهحطها كده بقى، هرصها في صينية. بصي كده بتبلها كده وببهرها. عايزه اقولك ان ريحه الخلطه في منتهى الجمال، وهي لسه اصلا ولا دخلت الفرن ولا اخدت لون ولا استوت ولا اي حاجه. خلاص بقى كده تمام. اتبقى معايا طبعا خلطه هحطها على الوش، عشان طبعا كل السوائل اللي فيها هتنزل على الفراخ والفراخ هتستوي بيها. وبعد ما بتخلص بيبقى طعم الخلطه دي حلوه قوي. اعملي بقى رز ابيض جنبها، رز مبهر، رز بالكركم، رز بالخضار. اعملي شويه مكرونه، كلها بعيش اسمر كده بشويه مخلل، بجد طعمها حلو. انا عملت رز ابيض وعملت طبق سلطه خضراء. وعايزه اقول لك ان والله العظيم الكاميرا ظالمه الفراخ بجد. مش عارفه ليه دايما بعد ما الاكل بيخلص الكاميرا بتظلمه، بس هو بيبقى شكله احلى من كده. ممكن تكون الصوره المصغره في الاخر احلى. استوت، ده بتدوب معايا. عايزه اوريكي دلوقتي ان ازاي الفراخ استوت. انا دخلتها الفرن على درجه حراره 200، قعدت معايا ساعه. وقبل طبعا ما ادخلها الفرن سبتها في التلاجة لمدة ساعة. ويا سلام يا سلام بقى لو عاملاها قبليها بليلة ومبيتاها في التلاجة. بصي الفراخ وجمالها ده بتدوب، تحسي ان لحم الفراخ اتحول بقى بط رومي. بحبكم في اللي احلى اخوات. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يحسن ما بين ايديكم حبايب قلبي.